مساء الخير يا رجالتنا، رجاله الصف الاول الاعدادي. عامل ايه يا صديقي؟ اتمنى تكون بخير وصحه وسلام. النهارده هنبدا مع بعضينا اخر درس في المنهج، خسوف القمر. يلا بينا. قبل ما نبدا كده، الدرس بتاعك متقسم لثلاث حاجات. ايه هما؟ هنتكلم عن القمر، وبعد كده هنتكلم عن اطوار القمر، بعد كده هنتكلم عن خسوف القمر وانواعه. خلينا بقى كده نبدا. اول حاجه بيقول لك القمر. ماله القمر؟ قال لك ثلاث معلومات احنا عارفينهم ومعلومتين مش عارفينهم. ايه هما؟ اول معلومه، جسم معتم تابع للارض، ودي احنا عارفين ان القمر بتاعي جسم معتم. تاني حاجه قال لك يعد اقرب الاجسام الفضائيه الى الارض، وفعلا كوكب الارض اقرب جسم ليه هو القمر. رقم ثلاثة قال لك يظهر منيرا نتيجه انعكاس ضوء الشمس. طبعا كلنا عارفين من ابتدائي ان القمر ده جسم معتم وبيظهر منير نتيجه لايه؟ نتيجه للانعكاس اللي بيكون نازل عليه من الايه؟ من الشمس. رقم 6 يقول لك ايه؟ رقم 4، خلينا 4. يقول لك ايه؟ تستغرق دورته حول الارض زمن قدره 29.5 يوم، وتستغرق دورته حول محور زمن قدره 29.5 يوم لو لف حوالين ايه؟ محوره. تعال نفهم الحته دي ازاي. بص يا سيدي، لو انا عندي ادي اهو يا عم كوكب الارض، ادي اهو ده الكوكب بتاع الارض، وده القمر يا صديقي عمال يلف حوالين كوكب الايه؟ الارض. في لفتين عندك. اول لفه اللفه اللي بيلفها القمر حوالين كوكب الارض، دي نقطه. تاني نقطه اللفه اللي بيلفها القمر حوالين نفسه، عامله زي مين؟ عامله زي كوكب الارض. مش الارض كان بيلف حوالين نفسه وفي نفس الوقت بيلف حوالين الشمس؟ هي نفس الفكره تماما. القمر بتاعي بيلف حوالين نفسه وفي نفس الوقت عمال يلف حوالين مين؟ حوالين كوكب الارض. طيب تمام، اللفه دي بتاخد قد ايه؟ قال لك عشان القمر يلف حوالين كوكب الارض تاخد 29.5 يوم. وما تقوليش 30 ليه؟ لو جات لك 30 قول لها لا شكرا مش عايزك، انا 29 وكام ونص بالظبط. طيب تمام، وعشان القمر يلف حوالين نفسه ياخد قد ايه؟ قال له ياخد برضو 29.5 يوم. يعني هما الاثنين نفس الرقم، هما الاثنين نفس الرقم. يبقى انت عندك كده رقمين للموضوع ده. ايه هما؟ رقم دوران القمر حوالين كوكب الارض ده اتفقنا عليه 29.5 يوم، ورقم دوران القمر حوالين نفسه حوالين محوره عمال يلف حوالين نفسه برضه في قد ايه؟ في 29.5 يوم. يبقى نرجع كده للصفحه بتاعتنا. قال لك تستغرق دورته حول الارض زمن قدره 29.5 يوم، وتستغرق دورته حول محوره زمن قدره 29.5 ايه؟ يوم. فيقول لك لهذا يشاهد المراقب على سطح الارض وجها واحدا للايه؟ للقمر. ايه الفكره بتاعت وجها واحدا للقمر؟ بص يا سيدي، تعالى كده نقول تجربه كده مع بعضينا كده صغيره بس هتنفعنا قدام قوي قوي قوي. تعالى يا معلم، انا لو هقول ان انا هجيب كشاف كده وهجيب هنا كوره اوقفها قدام الكشاف، وهجيب هنا ورقه قدام الكوره. بص بقى يا معلم، اول حاجه الكشاف لما يجي ينور النور، الجزء اللي موجود قدام كوكب الارض اللي هو قدام الكوره اللي هنا ده، الجزء ده هينور نتيجه لانعكاس الضوء عليه. لكن انا مش عايز اسال على دي خالص، انا عايز اسال على الحته اللي هنا، اللي هو انا واقف قدام الكشاف، الجزء اللي ورايا انا ده، الحته اللي من ورا دي هتكون منوره؟ اكيد لا، تظهر فيها حاجه اسمها الايه؟ اسمها الظل. طيب تمام، فيقول لك ان الكشاف ده شبه مين؟ يقول لك شبه الشمس. طيب تمام، رايحه فين؟ ماشي الشمس ولا زعلك، الكشاف شبه مين؟ الشمس. وان الكرة بتاعتك دي شبه الايه؟ الارض. وان في حاجة بتدور حوالين الكرة كده اللي هي مين؟ القمر. القمر هو بيلف حوالينها، القمر عمال يلف، هو بيلف بيعدي على جزء من ناحية الايه؟ الشمس، فالجزء اللي في ناحية الشمس يخلي الشمس مالها؟ منورة. لكن الجزء اللي ورا، في الناحية اللي ورا اللي فيها الظل من وراه، انا مش هشوفها، فهتكون ايه؟ معتمة. عشان كده يقول لك ايه؟ لو انا واقف مراقب وعمال اتفرج على القمر، انا وببص على القمر انا مش هشوف القمر كله ولا هشوف الدايره كامله، لا ده انا هشوف حته منوره كده عامله زي قرص القمر في الفضاء، عامله زي القرص ده بالظبط، الحته بتاعت مين؟ القمر. لكن الجزء اللي من ورا اللي هو الجزء المعتم اللي ورا، الحته اللي ورا هتشوفها؟ مش هشوفها. تمام، يبقى ده بسبب ايه؟ بسبب ان القمر بيلف حوالين نفسه 29.5 ايه؟ يوم، وبيلف حوالين الارض قد ايه؟ 29.5 يوم. طيب تمام، لغايه هنا تمام. بعد كده بص يا معلم،
بيسأل سؤال بيقول لك ما نتائج ان زمن دورة القمر حوالين الارض هو نفسه زمن دورته حوالين محوره. يعني ايه النتيجة يا مستر؟ لو انا دوران القمر اهو، دوران القمر حوالين محوره عمال يلف حوالين محوره بيساوي دوران القمر حوالين كوكب الارض، هما الاثنين نفس الرقم. ايه النتيجة ان الاثنين نفس الرقم؟ 29.5 يوم. ايه النتيجة في كده؟ قال لك النتيجة بكده يشاهد المراقب على سطح الارض وجها واحدا للقمر. يعني لما يتساوي الرقمين ببعض انا واقف كده على سطح الارض هشوف ايه؟ هشوف وجه واحد بس من القمر. طيب تمام. بعد كده بص يا سيدي، قال لك بعد كده عايز اكلمك عن حاجه اسمها اطوار القمر. ايه هو اطوار القمر؟ يقول لك خلال فتره الشهر العربي، خلال فتره الشهر العربي اللي هو شعبان ورمضان والشهور العربيه دي، ماشي. خلال الفتره دي القمر بتاعي بيختلف شكله على حسب الطور. فتسأل نفسك ايه الطور ده يا مستر؟ اكيد ده مش قصدي بيه الطور التاني بتاعك انت، لا دي حاجه ترجع لك. انا ما بتكلمش على الطور ده، انا بتكلم على الطور اللي هي معناها عندنا في العلوم مرحله. يعني انا لما اقول لك الطور التمهيدي يبقى المرحله التمهيديه. فلما اجي اقول لك الطور بتاع البدر، طلع البدر علينا، الطور بتاع البدر، القمر في طور البرد، تقول لا انا عارف ده، انا سمعته قبل كده. الطور بتاع البدر بيكون ايه؟ بيكون القمر كله بتاعك منور، فيتقال عليه ان هو ايه؟ بدر. البدر ده احنا بنسميه عندنا في العلوم طور، بنسميه ايه؟ طور. ايه الطور دي؟ الطور دي معناها مرحله. فبيقول لك ان اطوار القمر كلها 8 اطوار ب8 اشكال مختلفه. تاني، فتعالى كده اقرا الجزء ده. بيقول لك يبدو القمر وكأن شكله يتغير على حسب الشهر العربي، لكن في الحقيقه فعليا هو مش بيتغير، لكن يمكن رؤيه الجزء المضاء والذي يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تاني حاجه قال لك يدور القمر حوالين الارض من الشرق للغرب، فيختلف موقعه بالنسبه لكل من الشمس والارض. هنشرح الحته دي كمان شويه. بعد كده قال لك بالتالي يختلف الجزء المضاء منه، فيمر بكم مرحله؟ ب8 مراحل. اسم المرحله ايه؟ طور، فيتسمى باطوار القمر. اقرا التعريف. ايه هي اطوار القمر؟ قال لك هي المراحل المختلفه التي يمر فيها القمر خلال دورته حوالين الارض نتيجه لاختلاف موقعه او مكانه. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه اطوار. خش على الجزء اللي بعديه. تعالى بقى بص على الاطوار بتاعه القمر. فيقول لك الاطوار بتاعه القمر يا سيدي، شايف اللفه دي كلها؟ انا هبدا من اول هنا. تعالى كده نختار اللون الاحمر. قال لك اول حاجه هنا اللي هو ايه؟ بدايه القمر انه يكون هلال، ده بنسميه الهلال الاول، بيكون بدايه الشهر العربي. ايه اللي بيحصل هنا يا مستر؟ اللي بيحصل هنا ان الجزء اللي على ايدك اليمين بيكون منور منه حته من القمر بنسميها الهلال، والحته الثانيه يا مستر اللي موجوده دي بتكون مالها؟ معتمه. طيب تمام. بعد كده بعد مرحله بدايه الشهر العربي يعدي 7 ايام. اول ما يعدي 7 ايام يخش على حاجه اسمها التربيع الاول. الكلام بدأ يبقى غريب؟ ما تقلقش، عادي بالراحه. انا بتكلم كل اللي انا ما قلتش حاجه على فكره لغايه دلوقتي خالص. انا كل اللي انا قلته ايه؟ في 8 اطوار من القمر، 8 مراحل من القمر، 8 اشكال للقمر. الشكل الاولاني بيكون في بدايه الشهر العربي اللي هو بيبقى شكل الهلال، وبعد كده هنخش على تاني شكل اللي هو بتاع التربيع الاول. بعد مرور 7 ايام بيبدأ يخش على حاجة اسمها التربيع الأول. إيه التربيع الأول؟ التربيع الأول يبقى القمر واقف كده أهو، والجزء اليمين منور والجزء الشمال مطفي. إزاي؟ أدي أهو، تلاقي القمر بالمنظر ده، الحتة اللي على اليمين منورة والحتة اللي على الشمال مالها؟ مطفية. في التربيع الأول. أنا عايزك بعينيك كده تطلع هوب 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 وتعدي على كوكب الأرض ده وتطلع تطلع 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 لغاية ما توصل للتربيع الأخير. ايه الفرق ما بين التربيع الاول والتربيع الاخير؟ لو جدع كده ركز وقولها. التربيع الاول الحته اللي على اليمين منوره والحته اللي على الشمال مظلمه، لكن في التربيع الاخير العكس، الحته اللي على الشمال هي اللي منوره والحته على اليمين هي المطفيه. طيب تمام. يبقى كده احنا عدينا خلال الشهر بتاعنا بمرحلتين. اول مرحله بدايه الشهر بيكون القمر فيها ماله؟ هلال. تاني مرحله التربيع الاول بيكون الحته اللي على اليمين منوره والحته اللي على الشمال مالها؟ مظلمه. بعد كده الأحدب الأول ده بيكون يوم إيه؟ ده بيكون يوم 11.
إيه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان الحته بتاعت 3/4 القمر بدات ان هي ايه؟ تنور، وفي حته في النص عامله زي الهلال على ايدك الشمال مالها مطفيه، والجزء اللي بنسبه كبيره موجود على ايدك الايه؟ اليمين. بعينيك كده اهو هتطلع من الاحدب الاول، تطلع تطلع تطلع، مش هتعدي على كوكب الارض المره دي، تطلع 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 لغايه ما توصل للاحدب الايه؟ الثاني. ايه الفكره بتاعت الاحدب الثاني؟ ارمي دي بعيد. تمام. ايه الفكره بتاعت الاحدب الثاني؟ الاحدب الثاني، وركز كده وقول لي ايه الفرق ما بين الاحدب الاول والاحدب الثاني. الاحدب الاول الحته اللي على اليمين منوره والحته اللي على الشمال مالها مطفيه. في الاحدب الثاني الحته اللي على الشمال منوره والحته اللي على اليمين مالها مطفيه، عكس بعض. فطول ما انا ماشي في المراحل الاولى الجزء اللي على ايدي اليمين هو اللي بيكون منور، لكن انا وراجع للمراحل الاخيره الجزء اللي على ايدي الشمال هو اللي بيكون منور. بعد ما بوصل لمرحله الاحدب الاول يخش على مرحله الايه؟ البدر. الله، بدر، يقول لك انت زي البدر، قمر 14. الله، ايه القمر 14 ده؟ القمر ال 14 ده اللي هو بعد مرور 14 يوم من اللفه بتاعت كوكب الايه؟ الارض، فبيبدا القمر بتاعك انه يظهر بالايه؟ بالبدر. ازاي البدر؟ القمر كله منور يا مستر، كله ما فيهوش ولا حته مظلمه ولا حته مظلمه. دي في حاجه اسمها الايه؟ البدر. عكس البدر المحاق. ايه ده؟ بص يا عم، المحاق ده بيكون في نهايه الشهر. ايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف كده. ايه يا مستر؟ ده كان بدر، خلاص طفى. فيقول لك ايه؟ تعالى كده بقى، اطلع على كده دقيقه، عايز اقول لك حاجه هنا في الورقه بتاعتنا دي. يقول لك ايه؟ يقول لك طالب اولى اعدادي اهو، ماله؟ يقول لك في بدايه الدراسه ربنا يبارك كده في وشه عامل زي البدر، واول ما يبدا يخش على الامتحانات وداخل في المراجعه تلاقيه بدا يعمل ايه معاك؟ بدا ياخد شكل المحاق. ايه المحاق ده يا مستر؟ انت قصدك بيها ايه؟ لا، ما قصديش بيها حاجه وحشه. البدر هو اللي القمر كله بتاعك منور، والمحاق ان القمر كله بتاعك ايه؟ طفى، مفيش، انطفى، الولد انطفى كده. تلاقي في اول السنه داخل هشتري اقلام وكشاكيل واجيب واذاكر وكشاكيل وبتاع، هيخرب الدنيا. واول ما يوصل لمرحله المحاق الولد انطفى. لو فتح الكتاب يبقى كتر خيره، يعني متهيالي يعمل اي حاجه تانية اسهل يعني. ماشي. بعد كده يا معلم، بعد كده خلاص يا اولاد هانت اخر درس. بعد كده بعد مرحله البدر هتخش على حاجه تانية اسمها الاحدب الايه؟ التاني. ده في اليوم الكام؟ ال17. ده احنا عارفين ايه اللي بيحصل. عكس الاحدب الاول الجزء اللي على الشمال هينور بكميه كبيره والجزء اللي على اليمين هيطفي. بعد كده بخش في التربيع الاخير عكس التربيع الاول، النص اللي على الشمال هينور والنص اللي على اليمين هيطفي في اليوم ال21. بعد كده بخش على الهلال الثاني. اللي بيحصل في الهلال الثاني بدل ما الهلال كان منور على ايدي اليمين هيبدا ان يظهر الهلال منور على ايدي الايه؟ الشمال. اخر مرحله في النهايه خالص مرحله الايه؟ المحاق. ايه اللي حصل للقمر؟ انطفى، ولا حته في القمر بتاعتك كانت ايه؟ منوره. طيب حلو، يبقى احنا كده اتعلمنا ايه هي الاطوار بتاعت الايه؟ القمر. خش على المرحله اللي بعديها. بعد كده عايز اكلمك عن كل طور لايه؟ لوحده. فقال لك اول حاجه تعالى نتكلم عن الطور الاولاني اللي هو الهلال الاول. ايه اللي بيحصل في الهلال الاول يا استاذ؟ الهلال الاول ان بيكون في حته من القمر منوره كده زي الهلال. ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك ده بيكون بدايه الشهر العربي، بيكون شكل القمر على هيئه دقيق لامع يزداد تدريجيا بمرور الايه؟ الوقت. بتبقى في حته يا ولاد كده من القمر عامله ازاي؟ عامله زي حته الهلال كده على الجنب مالها منوره وبتلمع كده. طيب تمام. بعد كده التربيع الاول. إيه اللي بيحصل في التربيع الاول؟ قال لك التربيع الاول بعد 7 ايام بيكون في النص بتاع القمر منور والنص التاني ايه؟ مضلم. طيب بعد كده الاحدب الاول اهو الجزء اللي على ايدك اليمين منور. عود نفسك حبيبي طول ما انت ماشي في الاربع مراحل الاولى اللي هم مين؟ هلال اول، تربيع اول، احدب اول، بدر. ايه اللي بيحصل؟ كل الجزء اللي على ايدك اليمين، بص على ايدي اليمين، على ايدي اليمين، على ايدي اليمين، وده كله نور. تمام. فكل ما انا ماشي في المراحل الاولى الجزء اللي على ايدك اليمين يا واد يا بطوط اللي يحصل فيه هو اللي بيكون منور، لكن الجزء اللي على ايدك الشمال حبيبي بيكون ماله؟ مطفي. بعد كده
التربيع الاول. اللي بيحصل فيه قال لك بيكون نصف القمر مضاء والنصف الاخر ايه مظلم. يبقى لما اسالك في الامتحان واقول لك اكتب المصطلح العلمي امتى بيكون نصف القمر مضاء والنصف الاخر مظلم، ترد عليا وتقول لي في التربيع الايه الاول. بعد كده الاحدب الاول. اللي بيحدث في الاحدب الاول ده بيكون في اليوم ال11 الايام حفظ الايام حفظ في اليوم ال11. اللي بيحصل في اليوم ال11 يا مستر يزداد الجزء المضاء تدريجيا. فتلاقي ايه يا مستر؟ الاقي ان القمر بتاعي اغلبه بقى منور ما عدا حته كده في الاخر مظلمه. تمام؟ ده بيكون في الايه؟ في الاحداب الاول. يزداد الجزء تدريجيا ويظهر الخط الفاصل بين الجزء المضاء والجزء الايه المظلم. في البدر طبعا البدر عندك يا معلم من كتر ما هو بدر منور احنا مش شايفينه. ايه اللي حصل يا مستر؟ تلاقي الحته البتاع كده الكوره دي اهي مش باينه هنا كويس، تلاقي القمر كله بتاعك ماله منور يلا يا بطوط. وبعد ما كله ينور قال لك بعد مرور 14 يوم تقريبا من منتصف الشهر الايه العربي اللي يحصل؟ قال لك يكون في وجه القمر المواجه لنا مضاء بالايه بالكامل وطلع البدر ايه علينا. والقمر يبدا ان هو ايه كله كده تبص عليه في السماء قمر 14 كله ماله منور. الدنيا دي فيها قمرين، القمر ده وانا. بعد كده اليوم ال17 ايه اللي حصل في اليوم ال17؟ قال لك اليوم ال17 خلاص بقى انت كده عديت بنص الشهر. حلو، طالما انت عديت بنص الشهر يبقى الجزء اللي زايد عندي انا بقى ده كله هيكون ايه؟ بدل احدب اول احدب تاني، بدل تربيع اول تربيع تاني، بدل هلال اول هلال تاني، وفي الاخر ايه؟ المحاق. ماشي، نبدا بالاحدب الثاني. ايه اللي حصل؟ قال لك اول حاجه الاحدب الثاني كان في اليوم ال17. طب يا سيدي ماشي شكرا. بعد كده قال لك يختفي ضوء القمر تدريجيا ويكون الخط الفاصل بين الجزء المظلم والجزء المضاء منحنيا. منحنيا يعني ايه؟ محدبا. ازاي محدبا؟ تلاقيه بالمنظر ده. ده الجزء المطفي اللي ما بيوصلوش النور والحته دي كلها منوره، فده بنسميه ايه؟ احدب. ماشي. بعد كده التربيع الثاني انا محفظك. تربيع يعني واحد قاعد مربع كده فمقسوم نصين، النص اللي على الشمال والنص اللي على اليمين، لا اما ده منور لا اما ده مطفي لا اما ده منور لا اما ده مطفي. برضه هتغش. تعالى هنا كده مش هتغش، اسمع لك. قول لي في التربيع الاول الجزء اللي على اليمين بيكون ايه؟ مضيء، والجزء اللي على الشمال مطفي. في التربيع الثاني العكس، الجزء اللي على ايدك الشمال ماله؟ في التربيع الثاني الجزء اللي على ايدك الشمال ماله؟ مطفي. في التربيع الثاني التربيع الثاني الجزء اللي على ايدك الشمال ماله؟ منور. لكن الجزء اللي على ايدك اليمين مطفي في الايه؟ في الثاني. يبقى طول ما انا في الاول الجزء اللي على ايدي اليمين ماله؟ منور. لو انا وصلت للثاني يبقى الجزء اللي على ايدي اليمين ماله؟ مطفي. كويس، اتمنى تكون عرفت تسمع. بعد كده قال لك كمل. بعد كده يا مستر قال لك التربيع الثاني الجزء اللي على ايدي اليمين هيطفي والجزء اللي على ايدي الشمال هيكون منور. بعد كام يوم ده؟ قال لك بعد 21 يوم يكون نصف القمر تقريبا مضاء والنصف الاخر ايه؟ مظلم. بعد كده تخش على الهلال الثاني. ايه اللي حصل في الهلال الثاني؟ قال لك ده عدى 26 يوم. بعد كده قال لك يظهر بعد التربيع الثاني وفيه يكون الجزء الصغير من طرف القمر مضاء فقط. حته فقيره جدا واخده نص نص بس، ايه حته صغنطوطه كده هي اللي منوره والقمر كله ماله؟ مضلم، والحته دي بس هي اللي ايه؟ اللي منوره. زي المنظر اللي قدامكم ده قمر اهو، فالحته دي يا ولاد هي اللي منوره والحته دي مالها؟ مطفيه. بعد كده يا مستر المحاق نهايه الشهر العربي يكون فيه القمر مظلما بالكامل، طفى كله انتهى. بص ما فيش قمر في السنه، خلاص وصل للايه؟ للمحاق. طيب تمام. بعد كده يقول لك يتضح ان ايه؟ عند وقوع الارض بين القمر والشمس في منتصف الشهر العربي. تعالى بقى عشان نترجم الكلام المكتوب. عند وقوع مين؟ القمر اهو بين مين وبين مين؟ بين الشمس وبين الارض. يبقى القمر بيدور حوالين الارض وهو بيدور يا اولاد حبايبي. ايه اللي حصل؟ عدى هو ماشي بيدور بقى واقف في النص ما بين مين وبين مين؟ ما بين ذا صن اللي هي الشمس وما بين ذا ايرث اللي هي الايه؟ الارض. ماشي. فايه اللي حصل؟ قال لك يظهر القمر على هيئه قرص مكتمل ويقال فيه انه في طور الايه؟ البدر. يبقى اول ما يوصل يبقى القمر بتاعك، هو انا كده رسمت قمرين ولا ايه؟ اول ما القمر بتاعك يكون واقف ما بين ده وما بين ده يكون في طور اسمه الطور الايه؟
البدر. ايه هو الطور البدر يا مستر؟ الطور البدر ان القمر كله يكون ماله مضيء. قمر كام؟ قمر 14. طيب تمام. بعد كده ويلاحظ مرة او مرتين في العام ان القمر هو طور البدر اللي ينقص شيئا فشيئا حتى يختفي تماما، وحينئذ يقال انه في حالة ايه؟ خسوف. بتشوف المنظر ده مرة او مرتين في السنة، وبعد كده يقول لك في العام ان القمر وهو في طور البدر ينقص شيئا فشيئا فحتى يختفي ايه؟ تمام. بيبدا يقل 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 لغايه ما يوصل لمرحله اسمها الايه؟ ترجم لي بقى يختفي تماما، دي اللي هي ايه؟ المحاق. ماشي. علم. يقول لك يشاهد المراقب على سطح الارض وجها واحدا للقمر. ليه؟ عشان الزمن اللي بيدور حوالين نفسه هو زمن دوران حوالين الارض اللي هو يساوي 29.5 يوم. بعد كده مثلا 2 القمر جسم معتم تابع للارض ولكنه يظهر منير. ليه؟ لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. اجابه عارفينها من ايام ما كنا في ابتدائي. ليه القمر معتم ويبدو مضيئا؟ عشان القمر جسم معكس فيعكس الاشعه بتاعت الشمس اللي نازله عليه. رقم 3 حدوث ظاهره اطوار القمر. ليه بتحدث ظاهره اسمها اطوار القمر؟ قال لك بسبب دوران القمر حوالين الارض في مسار ايه؟ بيضاوي. ايه مسار بيضاوي ده يا مستر؟ ان بتلف في دايره كده، فالدايره دي يتسمى ايه؟ مسار ايه؟ بيضاوي. طيب تمام. بعد كده جه يقسمهم الاطوار بتاعت القمر. عايز اقسمهم لفترتين، فهقسمهم لفتره اسمها فتره النصف الاول من الشهر العربي، والفتره الثانيه اسمها فتره النصف الثاني من الشهر الايه؟ العربي. ايه الفترتين دول يا مستر؟ اقول لك اول حاجه ياخذ الجزء الشرقي المضيء من القمر في الزياده يوما بعد يوم، لكن في الفتره الثانيه ياخذ الجزء الغربي المضيء من القمر في التناقص يوما بعد يوم. يبقى في جزء القمر المضيء فيه هينور، وفي جزء القمر المضيء فيه هيبدا ان هو ايه؟ يطفي. في الجزء الاولاني اللي انا محفظك عليهم اللي هو الجزء اللي على ايدك اليمين اللي هم مين؟ الهلال الاول والتربيع الاول والاحدب الاول والبدر. اللي بيحصل يا مستر هلال الاول يبقى عدى تمن دوره قمر، فتقف. ايه تمن دوره قمر؟ دي مش مترجمه، تعالى ترجمها لك. كوكب الارض وادي القمر عمال يلف حواليه. القمر هو بيلف عدى قد ايه؟ يقول لك عدى تمن دوره، عدى ربع دوره، عدى نص دوره، عدى 3/4 دوره. فطول ما احنا عمالين نمشي بالدورات القمر عدى قد ايه حوالين كوكب الارض. يعني القمر لف قد ايه حوالين كوكب الايه؟ الارض. فبيبدا اول حاجه يقول لك طور الهلال الاول. ايه اللي بيحصل؟ قال لك ده بيكون فيه تمن دوره القمر. يعني ايه تمن دوره القمر؟ هو القمر فيه كام طور؟ 8. اول مرحله فيهم يبقى 1/8 اللي هو في الهلال الايه؟ الاول. في التربيع الاول بيكون كام؟ بيكون 2/8. في الاحدب الاول بيكون كام؟ بيكون 3/8. كل شويه عمال ازود. تمام. بس تيجي نسال نفسك 1/8 ده ايه؟ تمن، و2/8 تمنين. فلما تطلع للراجل بتاع البقال بتاع جبنه الرومي كده وتقول له انا عايز تمن جبنه رومي واديني تمن كمان، يقول لك يا ابني ما كنت قلت ربع جبنه رومي. ايه اللفه دي؟ ما هو تمن وتمن يبقوا ربع، وربع وربع يبقوا نص. ربنا يستر. ماشي. طول البدر قال لك طول البدر بيكون 4/8. يعني ايه 4/8؟ يعني 4 تمنات. يعني كام؟ يعني ربع يا مستر. ماشي. بعد كده فتره النصف الثاني من الشهر العربي ايه اللي بيحصل؟ قال لك ده بيكون فيه طور الاحدب الايه؟ الثاني. كام على كام؟ 5/18. سوري 5/8 اللي هو الفتره الايه؟ الخامسه. بعد كده طور التربيع الاخير بيكون كام؟ 6/8. بعد كده الهلال الثاني بيكون كام؟ 7/8. بعد كده المحاق بيكون كام؟ دوره كامله. خلاص هو كده بقى لفه ايه؟ كامله حوالين كوكب الايه؟ حوالين كوكب الارض. اتفهم الفرق ما بين الارقام دي؟ يبقى الحته اللي انتوا مش بتحبوها، الارقام دي هتتحفظ؟ لازم تتحفظ. بس انت لو ركزت دقيقه هي في حفظها مش متعب. ليه؟ انا عندي اول 4 وثاني 4. اول واحده الهلال الاول 1/8، التربيع الاول 2/8، الاحدب الاول 3/8، طور البدر 4/8، الاحدب الثاني 5/8، التربيع الاخير 6/8، الهلال الثاني 7/8، المحاق دوره كامله 8/8 فتساوي 1. ماشي. بعد كده يا مستر تعال نحل شويه اسئله مع بعضينا. بيقول لك ايه؟ اقرب الاجسام الفضائيه لكوكب الارض. يعني انت معاك كوكب الارض اهو. ايه هو اقرب جسم فضائي لكوكب الارض؟ القمر يا مستر. بعد كده عدد الاطوار التي يمر بها القمر اثناء الشهر العربي بيمر بكام طور؟ 8 اطوار. ماشي.
بعد كده رقم 3 يكون القمر في، اوعى يالا تكون بتحل ورايا وخلاص، وقف الفيديو حل، ده كلهم 6 اسئله مش هياخدوا في ايديك دقيقتين، حلهم وتعالى. رقم 3 يكون القمر في طول نقط عندما يكون نصف وجهه الايمن مضيء. حلوه دي. يقول لك النص بتاع القمر بتاع الوجه الايمن هو اللي مضيء، يبقى ده ايه؟ ده تربيع. تربيع اول ولا تربيع تاني؟ تربيع اول، عشان الحته اللي على اليمين هي اللي منوره، ولما الحته على اليمين تبقى منوره يبقى ده ايه؟ الفترات الاولى. بيقول لك تتكرر دوره القمر كل كام يوم تقريبا؟ ولا كام؟ 27 و3 ما خدناش حاجه زي كده، 28 لا، 35 لا، هو كام؟ 25 ونص. ماشي. رقم 5 الطور الذي تكون فيه مساحه ضئيله من يسار وجه القمر مضيئه هو الطور الايه؟ ركز. اول حاجه هو عايز ايه؟ ادي القمر، ارسمها. الطول لازم يكون مساحه ضئيله من يسار وجه القمر. يسار يعني ايد الشمال، يبقى هنا الحته دي مساحه ضئيله منها مالها؟ مضيئه ولا مظلمه؟ قال لك مضيئه، يعني الحته اللي على الشمال منوره، الحته اللي على الشمال منوره، يبقى انا هستبعد الاول والهلال الاول، يبقى انا معايا الهلال الثاني لا اما الاحدى بالايه؟ الثاني. فالحته اللي على الشمال منوره والحته اللي على اليمين كلها مطفيه. فاكر دي ايه ولا افكرك؟ تعالى اوريك الرسمه بتاعتها. اهو الحته اللي على الشمال منوره والحته اللي على اليمين كلها مطفيه، يبقى ده الهلال الايه؟ الثاني. لكن فكر كده ايه الفرق ما بين الهلال الثاني وما بين الاحدب الثاني؟ احسبها كده بقى وركز. الاحدب الثاني جزء كبير جدا مضيء، يا شيخه بقى جزء كبير جدا ايه؟ مضيء. لكن الهلال الثاني جزء كبير جدا ماله؟ مظلم. فهو بيقول لك في حته ضئيله موجوده على اليسار، حته ضئيله موجوده على الايه؟ اليسار، والحته دي مضيئه، يبقى ده الهلال الايه؟ الثاني، يبقى ده الهلال الثاني. انزل يا معلم، الهلال الايه؟ الثاني. يبقى الطور الذي تكون فيه مساحه ضئيله في يسار وجه القمر بس اللي مضيئه ده الهلال الايه؟ الثاني. بعد كده في شهر رمضان يظهر الهلال كم مره؟ هي مره. لا استنى. طول الشهر الهلال يظهر كم مره؟ يظهر مرتين، عندك هلال اول وعندك هلال ايه؟ ثاني. ماشي. بعد كده انزل يا معلم. بعد كده بيقول لك ايه؟ عندك خسوف القمر. بيشرح التجربه بقى، تعالى كده افهمها لك. انا فهمتك من شويه، تعالى كده نجرب لون تاني. اموت انا في الالوان. تعالى بص يا سيدي، عندي كشاف لونه ازرق، مش عارف ازاي كشاف لونه ازرق بس عديها. بعد كده خرج منه نور لونه اصفر، الله. بعد كده واقف قدامه حاجه لونها ازرق، كوره كده لونها ازرق، تمام. بعد كده حطيت ورقه لونها اسود، اديني في الالوان. حطيت ورقه لونها ايه؟ اسود. فاكرين التجربه دي انا لسه شارحها من شويه؟ ماشي. تعالى نتكلم بالتفاصيل اكتر. قال لك اول حاجه الضوء اللي خارج من الكشاف ده مش هيخبط ويعدي بالكوكب ده؟ لما يخبط ويعدي بالكوكب ده، لو انت عندك جسم هنا اهو اسمه القمر، اسمه الايه؟ القمر. الحته بتاعت القمر اللي موجوده هنا دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هتنور لو هو موجود هنا، لكن لو موجود هنا مش هتنور. ليه؟ ان انا اتفقت معاك من شويه وقلت لك الجزء هتنجرب اللون ده، ان الجزء اللي موجود هنا ده دي بنسميها منطقه الايه؟ منطقه الظل. الجزء الموجود هنا بسميها منطقه الايه؟ الظل. فبديهي جدا القمر بتاعي لو هو واقف في الحته دي يبقى هو واقف في حته الايه؟ الظل. يبقى بديهي جدا لو واقف هنا اهو هيبقى الفتره بتاعته ايه؟ مظلمه كلها ومسوده ب 60 نيله. طيب تمام. لكن لو انا بقى عندي بقى القمر واقف هنا اهو، فالحته دي كلها اسمها ايه؟ ظل. الجزء اللي بره عايز لون مختلف، اديني في الالوان. اخضر. الحته اللي بره بقى دي اللي هو من اول هنا، ايوه، والحته دي كده والحته دي كده والحته دي كده، ده ايه؟ دي المنطقه اللي حوالين الظل. حفظ نفسك من النهارده، المنطقه اللي حوالين الظل اسمها منطقه شبه الظل. اسمها منطقه شبه الايه؟ الظل. دي بتكون المنطقه اللي حوالين من ايه؟ الظل، بيكون اسمها منطقه ايه؟ شبه الظل. فتعالى كده نشوف التجربه اللي قدامك دي. جاب الكشاف وجاب الكرة فطلعت ظل، حلو. بعد كده جاب الكشاف وجاب الكوره وراح بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ بدا يظهر منطقتين، منطقه من جوه مسوده ب 60 نيله، هي حته مظلمه خالص سميتها الايه؟
الظل، والحته اللي موجوده على الاطراف من فوق لتحت اسمها شبه الايه؟ الظل. طيب تمام. بعد كده فبيقول لك وجود جسم في مسار الاشعه الضوئيه يؤدي الى تكوين منطقه مظلمه تعرف بالظل، لكن يحيط بها منطقه يصلها جزء من الاشعه الضوئيه لذا تكون شبه مضيئه بسميها شبه الايه؟ الظل. بعد كده يا مستر قال لك بعد كده بيشرح لك الفرق ما بين الظل وشبه الظل والخسوف. الثلاث تعريفات دول حفظ ومهمين جدا جدا جدا. بطتي بص يا سيدي، اول حاجه الظل اكيد دي هتكون منطقه مالها مظلمه كلها مطفيه ما فيهاش اي حته ايه منوره، لكن شبه الظل نص نص، حته منوره وحته مالها مطفيه. تعالى الظل ايه اللي بيحصل في منطقه الظل؟ قال لك هي المنطقه المظلمه منوره لا يصل اليها الضوء نتيجه وجود جسم معتم في مسار الاشعه الايه؟ الضوئيه. مين الجسم المعتم اللي موجود في مسار الاشعه الضوئيه اللي يخلي تعمل منطقه اسمها منطقه الظل؟ انا سمعتك قلت ايه؟ ما تقولش كده تاني. الجسم المعتم اللي هيكون واقف قدام الشمس الكبيره اللي تعمل منطقه من ورا اسمها منطقه الظل، ده كوكب الايه؟ كوكب الارض. فطالما كوكب الارض وقف فهيخلي الحته اللي من ورا كلها ايه؟ مظلمه. فين كوكب الارض؟ اهو، شايف الارض بتاعتنا اهو، جميل. كوكب الارض ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل ان الحته دي يا مستر كلها ضلمت ليه؟ عشان دي حته القمر طفت عليها من ورا، ما بقاش في ضوء ايه؟ من ورا. لكن الاطراف اللي من فوق ومن تحت اللي هي المنطقه يا عم، اللي هي المنطقه دي والمنطقه دي، الحته دي والحته دي يا مستر، ايه اللي حصل فيهم؟ قال لك ده وصل له جزء من اشعه الايه؟ الشمس. فالجزء اللي وصل له من اشعه الشمس عمل ايه؟ عمل منطقه من بره اسمها منطقه شبه الايه؟ الظل، عشان اشعه الشمس مالها كبيره وبتلسع. ماشي. بعد كده شبه الظل، ايه اللي حصل في منطقه شبه الظل؟ قال لك دي منطقه شبه مضيئه يصل اليها جزء من الاشعه الضوئيه، جزء من نص جزء من الاشعه الضوئيه تحيط بالايه؟ تحيط بالمنطقه بتاعت الايه؟ الظل نفسها. مالها؟ قال لك عن وجود جسم معتم في مسار الاشعه الايه؟ الضوئيه. بعد كده اخر حاجه خسوف القمر. ايه خسوف القمر ده؟ خسوف القمر يقول لك ظاهره طبيعيه تحدث عند وقوع الارض اثناء دورانها حول الشمس. ركز، شمس ادي اهو وارض، ماشي. وقوع الارض فين؟ قال لك وجود وقوع الارض على الخط الواصل بين الشمس والايه؟ والقمر. يعني ادي الشمس وادي القمر. ايه القمر ده؟ اهو ادي الشمس وادي القمر والارض واقعه في نفس الخط. يعني ايه واقعه في نفس الخط؟ يعني هم كلهم هنا واقفين على نفس الخط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا هنا قدامي حاجه اسمها الشمس، وقدامي حاجه هنا اسمها الايه؟ القمر، وقدامي حاجه هنا اسمها الايه؟ الارض. الثلاثه وقعوا على نفس المستوى. لما يقعوا على نفس المستوى يعملوا ظاهره اسمها خسوف الايه؟ القمر. طيب تمام. وخسوف القمر ممكن يكون ايه او ايه؟ ليه نوعين، يا اما كليا القمر يتخسف كله، يا اما ايه؟ جزئيا في منتصف الشهر العربي. تعال بقى نشوف انواع الخسوف. اهو ايه هي انواع الخسوف؟ قال لك هناك نوعان من الخسوف، خسوف كلي وخسوف ايه؟ جزئي. الخسوف الكلي ان القمر كلها مالها وقفت في منطقه الظل. فين منطقه الظل؟ ارجعك تاني، لو انت نسيت ارجعك تاني. اهي الحته اللي كلها مظلمه بتاعت منطقه الايه؟ الظل. خلاص القمر بتاعي وقف في المنطقه اللي كلها مالها ضلمه في منطقه الايه؟ الظل. فبدا انه يعمل حاجه اسمها خسوف ايه؟ كلي. طب بالاحساس كده، بالاحساس. امتى يبقى خسوف جزئي؟ لو وقف في المنطقه اللي فيها شبه الايه؟ الظل. اول ما يقف في المنطقه اللي فيها شبه الظل يبقى نص نص، فيبقى يعمل حاجه اسمها خسوف ايه؟ جزئي. فتلاقي حته من القمر مش واضحه وحته تانية منه ايه؟ واضحه. طيب تمام. يبقى يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض، وهنا يقع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض والجزء الآخر في منطقة شبه الظل، ويظهر فيها القمر ماله؟ ناقصا، حتة منورة والحتة التانية من القمر مش موجودة. طيب تمام. تعريف الخسوف الكلي قال لك يظهر فيه القمر كقرص معتم لعدم وصول ضوء الشمس إليه. ده بالخسوف الجزئي قال لك يظهر فيه القمر ناقصا. طيب تمام. ويظهر فيه القمر كقرص معتم لعدم وصول ضوء الشمس إليه في الخسوف الكلي. طيب تمام. يبقى احنا كده يا معلم في الخسوف الكلي فهمت الفكره بتاعته ايه؟
فهمت الفكره بتاعته ايه؟ ان القمر وقف في المنطقه بتاعت الظل. تاني، القمر وقف في المنطقه بتاعت الايه؟ الظل. فلما وقف في منطقه الظل عمل حاجه اسمها خسوف ايه؟ كلي. لكن لو وقف في منطقه شبه الظل، وقف ما بين الاثنين، ما بين منطقه شبه الظل وما بين منطقه الايه؟ الظل، فيظهر فيه يا اولاد جزء منير والجزء الاخر ماله؟ مطفي. طيب تمام، هانت. يلا يا ولاد، بيقول لك عند وقوع القمر بالكامل في منطقة شبه الظل، لو القمر وقع كله في منطقة شبه الظل فإنه يرى على شكل قرص إيه؟ أحمر. والقرص الأحمر الحلو بتاع القمر ده قال لك ده لا يعد خسوف. يعني إيه لا يعد خسوف؟ يعني ما يتقالش عليه خسوف أبدا. يبقى أول ما القمر كله ينور لا يعد إيه؟ خسوف. فبيقول لك ليه ما يحدثش خسوف للقمر في طول بدر؟ او ليه ما يقعش القمر دايما على الخط الواصل بين الشمس والارض في طول بدر؟ قال لك ليه؟ قال لك بسبب ميل مستوى مدار القمر حوالين الارض 5 درجات. القمر بيميل شويه حوالين كوكب الايه؟ الارض. كم درجه؟ 5 درجات تقريبا عن المستوى الاصلي حول الشمس، وبالتالي لا يحدث خسوف للقمر طول الدور بتاع ايه؟ بدر. اخر حاجه يا صديقي عشان نبقى قفلنا مع بعضينا الدرس ده، كريستوفر كولومبوس والجماعة بتوع مين؟ جامايكا. تعالى بص يا سيدي، أول حاجة الإنسان، إحنا الإنسان فكرة. الإنسان إيه؟ فكرة. واللي عنده فكرة سيئة مؤمن بيها أسوأ من اللي عنده كانسر. تاني، الإنسان فكرة، واللي عنده فكرة سيئة مؤمن بيها أسوأ من اللي عنده كانسر. طيب تمام، يعني إيه فكرة سيئة مؤمن بيها عشان نفهم؟ بص يا سيدي، واحد مؤمن ان السرقه حلال، بلاش عشان دي كبير عليكم شويه. واحد مؤمن يا معلم ان قله المذاكره، ان الغش حلال. احنا دلوقتي بقينا بنتواجه مع اولاد بقت فاكره ان الغش حاجه عادي، ما يفتكرش بقى معايا خطيه مش خطيه تغضب ربنا ما تغضبش ربنا، الموضوع ما يجيش في دماغه خالص كده. لا عادي بنغش، المشكله الغش تمام، ويفتكر انها حاجه ايه؟ عاديه. فهو خلاص هو امن بالفكره، فهو الموضوع انتهى تمام، فخلاص هو سقط، انتهت. عامل زي واحد تاني مؤمن ما ذاكرش، ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه يعني؟ هكبر واتبهدل وما اعرفش اشتغل واترمي في الشارع؟ ايه عادي مش هذاكر. طب يا ابني شوف اللي وراك بقى، خلاص هو امن بالايه؟ هو بقى مؤمن بحته الايه؟ الفكره السيئه، الطابع اللي فيه ايه؟ سيء، فخلاص انت مهما عملت معاه مش هيقدر يغير. لكن باسم الله علينا احنا كلنا دلوقتي بقى ايه؟ بقى في حته كده من جوانا اللي هي حته الايه؟ الضمير. لا ده انا في درس مراكمه، لا ده انا الوحده الاولى والروابط الكيميائيه ده انا مش فاكر فيها حاجه، لا ده انا خلاص ده انا نسيت الجزء الفلاني، لا يا لهوي ده انا هشد في شعري ده الامتحانات هتبقى يوم 10، لا ده انا مش عارف يوم ايه، خلاص ده انا عندي شامل، ده انا عندي شامل وما ذاكرتوش. وتلاقي الواد عمال دايما في دايره ايه؟ قلق وتوتر. انت لو انت واصل لكده فانت في الامان، انت كويس حلو عسل. طالما انت واصل لمرحله ايه؟ طالما انا واصل لمرحله ان انا في حاجه من جوايا كده بتشكني ناحيه الحاجه اللي انا المفروض اخلصها ومش قادر ان انا اخلصها. طب تمام، يبقى انت كده في التمام حلو. لكن لو انا عندي فكره سيئه وامنت بالفكره السيئه، قضيه وانتهت، خلاص الموضوع خلص. طب تمام، ايه علاقه ده بالدرس؟ كريستوفر كولومبوس. مين كريستوفر كولومبوس ده؟ عالم، واحد بيفهم في الفضاء والنجوم والشمس والاقمار والبتاع مش عارف ايه، عالم بس مؤمن بفكره سيئه. تخيل ايه الفكره السيئه اللي ممكن يكون مؤمن بيها؟ مؤمن بالكذب. هو بالنسبه له الكذب حاجه عاديه، ايه المشكله؟ طب تمام، القصه بتاعت كريستوفر كولومبوس بيقول لك ايه؟ عمك كريستوفر ده كان ماشي بالمركب بتاعته، انا عايز ارسم مركب ادي اهو، وماشي عايز بيلف البلاد بقى كده ادي اهو، وبيعمل ايه؟ كل ما ينزل في بلد معينه الاهل بتوع البلد يستقبلوه ويرحبوا بيه. ايه ده؟ كريستوفر كولومبوس بنفسه جاي عندنا، حط له اكل بقى واكل وشرب بقى ومش عارف ايه وعزومه وهندلع كريستوفر ده النهارده، كريستوفر كولومبوس جاي ايه عندنا. لغايه ما شاء القدر والسفينه بتاعت كريستوفر عماله تبحر ووصلت لحته اسمها، تخيلوا اسمها ايه؟ بص انا هرسمها، حته اسمها جامايكا. ايه جامايكا دي يا مستر؟ منطقه.
طيب تمام، ايه المشكله؟ السفينه بتاعت كريستوفر وصلت لغايه ايه؟ جامايكا. كريستوفر نزل في دماغه ايه؟ انا هياكلوني وبتاع مش عارف. نزلوا كريستوفر، انا اهلا بيكم عاملين ايه النهارده؟ انا كريستوفر كولومبوس جاي لكم النهارده، انا عالم مش عارف ايه. بس يا بابا، ده انا بتاع مش عارف ايه. بس يا بابا، طب ما تاكلوني. بس يا بابا، ما ادهوش اي اهتمام ولا اهتم بيه بجنيه. مين دول؟ الجامايكا. سابكم على فكره، القصه دي حقيقيه سنه 1500. ما اهتموش بيه خالص خالص. فضل يوم والتاني والتالت وعمك كريستوفر في السفينه بتاعته، وخلاص بدا الايه؟ الخزينه تخلص. الاكل اللي موجود في السفينه بدا ان هو ايه؟ ينتهي. اول ما بدا الاكل اللي موجود في السفينه ينتهي وبدا يجوع، بدا يرجع لهم تاني. يا شباب، ده انا يا جماعه بتوع جامايكا. تلاقي بتوع جامايكا كده طول بعرض كده وماسك رمح طوله قد كده اهو، ويحدف بالرمح يجيب الغزال، ياخد الغزال يشويه وياكله. برنس. وتلاقي ده عمال واقف في كريستوفر، بالله عليك ده انا راجل بتاع عالم وبلف العالم كله وجاي من بلاد كتير وعايز اكل لقمه، خلاص جعان هموت مش قادر. لا، اقعد بس يا بابا. يا عمي لا، بس يا بابا. لغايه ما الموضوع وصل ايه؟ لغايه ما الموضوع وصل ان كريستوفر كولومبوس رجع لقصه الايه؟ الكذب. الراجل ده احنا قلنا في البدايه هو ايه؟ عالم بتاع فلك. فهو عارف ان هتيجي مرحله القمر فيها هيبقى واقف في الحته بتاعت الظل، فيظهر عندي حاجه اسمها خسوف القمر. تمام؟ فيبدا القمر يتغير اشكاله ويتغير الوانه، وبعديها بفتره يوصل لحاجه تلاقي القمر كله احمر. فقال هي دي ايه؟ لا تجيبوا لي اكل دلوقتي حالا، لإما غضب ربنا ينزل عليكم وغضب الآلهة تنزل عليكم وإله القمر سيغضب عليكم وتلاقي القمر لونه أحمر. قالوا له إيه؟ بس يا بابا. تاني. رجع المركب بتاعته بالليل بقى. أول ما جه الليل هم قاعدين في البيوت بتاعهم طالعين، الفضول كلهم بقى، نبص على القمر كده نشوف الراجل ده كلامه صح ولا غلط. راحوا لقوا عمك القمر بتاعك كله يا معلم أحمر 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 أحمر، غضبان وزعلان. قال لك بس الآلهة غضبت علينا. نزلوا عند كريستوفر كولومبوس، ما سابوش رغيف عيش في بيت، اللي جموا كل الاكل اللي في جامايكا وادوا له كريستوفر كولومبوس وهو ماشي، وكان ناقص يسجدوا له وهو ماشي. مين؟ كريستوفر ايه؟ كولومبوس. بسبب حاجه واحده بس، ان هو مؤمن بايه؟ بفكره. هي الفكره سيئه، ده خداع ودي حاجه مش صح. العلم ان انا افيد غيري بيه، مش ان انا احور على غيري انا ايه؟ بيه. فيقول لك كده يا معلم، تعالى كده ننزل. فيقول لك يا معلم عندي في حاجه هنكملها مع علم التاريخ. ايه التكامل مع علم التاريخ؟ يقول لك عندك راجل هنا اهو اسمه كريستوفر كولومبوس. ماله كريستوفر كولومبوس؟ قال لك كريستوفر كولومبوس قال لك هو اثناء الرحله الرابعه اللي بيسافر فيها للامريكتين عام 1504 ايه اللي حصل؟ رفض السكان الاصليين لمدينه جامايكا الاستمرار في امداده بالغذاء، فاستغل علمه بقرب موعد خسوف القمر وهدد الزعماء بأن غضب الآلهة سوف يحل بهم إن استمروا في رفضهم بإمداده بالغذاء. وأول ما حدث الخسوف صدق الزعماء أكذوبة غضب الآلهة، فاستجابوا لمطالبه وعملوا لكولومبوس كل حاجة هو عايزها. طيب تمام. بعد كده ايه بتاع؟ خلاص خلص الدرس بجد. ايوه هو كده. يلا يا معلم، جود باي.